السلام عليكم. غادي نقدموا هذا النهار لاكلاص. كما كتشوفوا عندنا هنايا واحد البواطه ديال الغبره ديال لاكلاص مع كاس ديال الحليب يكون بارد مزيان وشويه ديال لاكريم وكريم كراميل واحد الساشي ديال الحليب ديال الغبره. غادي ناخذوا الحليب، غادي ناخذوا لاكلاص، الغبره ديال لاكلاص اللي كتباع في المحلات التجاريه، كنزيدوا عليها واحد ربعه ديال الحليب تكون بارده مزيان. من بعد كنديروا واحد الساشي ديال الحليب ديال الغبره، كنزيدوا كريم شونتيي، القشده الطريه، كاس ديال القشده الطريه. هذا اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما كاينلاش. من بعد كنضربوه في الضرب الكهربائي كما كتشوفوا. صافي كما شفتوا ما كنضربوهش بزاف، كنخليوه جاري، ما كنخليوهش حتى كيولي بحال لا كريم. صافي من بعد ملي كنضربوه كنكبوه في المول ديالنا، كنخليوه ساعه، كنخليوه ليله كامله في الثلاجه حتى كيشد في راسو. من بعد كنقدموه بحال هكذا كما كتشوفوا. الطريقه سهله وكيجي لاكلاص زوين بزاف. ومن بعد كنزينوه بالشوكولا كما هكذا. التزيين راه اختياري، بغيتو تخليوه غير هكذا سامبل تخليوه، بغيتو تزينوه ماشي مشكل، كل واحد يزينو بالطريقه اللي بغا. صافي كما كتشوفوا كنديروا له هكذا الشكلاط بحال هكا. هانتوما الشكل ديالو ملي كنقطعو كيجي رائع زوين في المذاق. انا قسمته على جوج قبل ما نحطو يبرد. درت فيه كريم كراميل من الداخل. اسمحوا لي داك لا فيديو اللي كنت صورت ما عرفتش فين مشى ليا، ما صورتوش واقيلا ولا ما نعرف. المهم انا قسمته على جوج، درت الطبقه الاولانيه، من بعد درت فيه هذاك كراميل. شتي كيجي كراميل من الداخل، كيجي زوين بزاف. وعاد درت الطبقه الثالثه. راكم فهمتوني كيفاش، كنتمنى تكونوا فهمتوني. وبغيتو ديروه سامبل ديروه ماشي مشكل. انا درت هنا في الداخل كريم كراميل.